الست الشاطرة هي اللي تعمل كل حاجة بكيلو دقيق بس، هخليكي تقومي تعملي أحلى وأطعم شوية مخبوزات ينفعوا جدا الفترة اللي جاية في اللانش بوكس. بما إني داخلين على مدارس الفترة اللي جاية، فتعالي بقى وسجلي الفيديو دوت عندك، عشان واثقة ومتأكدة إنك هينفعك جدا جدا جدا. تعالي نبدأ ونسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وحطي اللايك بتاعك، ولو أول مرة تشوفيني ما تنسيش تعملي اشتراك للقناة وتفعلي الجرس. مش وصفة واحدة ولا اتنين ولا تلاتة، لا ده وصفات حلوة جدا وسريعة. معايا اول حاجة طبعا بضاية وكيس من الفانيليا، نزلت عليهم بمعلقتين من السكر، وكمان معلقة من الخميرة، معلقة من الخل الابيض، وكوباية من الحليب. دوبي الكلام ده كله مع بعضه كويس جدا، وانزلي عليهم كمان بربع كوباية من الزيت. وهنا انا ما حطيتش كوباية واحدة بس من الحليب، انا حطيت كوباية ونص من الحليب. هنزل عليهم بقى باربع كوبايات من الدقيق. نزلت الاول بثلاث كوبايات ونص كده، او اربع كوبايات المعلقتين، وركنت المعلقتين كده على جنب هشوف احتاجهم ولا لا. رشيت رشه ملح بسيطه، ونزلت بمعلقه صغيره من البيكنج باودر. هعجنهم بقى مع بعض كويس جدا. وطبعا هنا هزود بقى معلقتين الدقيق، يعني انا استخدمت اربع كوبايات بالظبط. عايزه اقولك بقى نقدر نستبدل البيضه بربع كوبايه من الحليب كمان. طيب يا هبه انا مش عندي حليب وعايزه اعمل الوصفه، طب نقدر نستبدل الحليب بالميه. طيب ينفع ايه كمان؟ ينفع اللي احنا اصلا نشيل الحليب خالص ونحط بداله لبن رايب، او نحط معلقتين من الزبادي على حسب المتوفر عندنا. العجينه اتعجنت معايا بكل سهوله. هبدأ بقى اللي انا احط على وشها شوية زيت، واحط زيت في الطبق واسيبها بقى تخمر. عايزة اقولك كمان على حاجة حلوة قوي تقدري اللي انت تعمليها، اللي هي اللي احنا نقدر نستبدل الزيت بمعلقتين من السمنة. خلاص بعد ما العجينة بقى اتعجنت معايا وسبتها تخمر وخمرت معايا بالشكل دوت، هبدأ بقى اللي انا اكورها كده لكرات متوسطة، مش عايزاها كبيرة قوي ولا صغيرة قوي، يعني الواحدة كده ممكن نقول عليها 80 جرام، حلوة قوي. بعد بقى ما كورتها وخلاص خلصت الكميه كلها، بسم الله ما شاء الله، اربع كوبايات دي عملوا معايا كميه كبيره جدا زي ما انت شايفه كده. في الوقت دوت بقى هاخد اول واحده انا ابتديت بيها، وطبعا الحشوه دي بتاعتك انت، ليكي حريه الاختيار، ممكن تحشيها حلو، ممكن تحشيها حادق، ممكن تعمليها من جوه لحوم زي ما انت عايزه. انا طبعا حشيتها من جوه جبنه رومي، جبنه بيضه بالفلفل، بتبقى حلوه قوي، اللي هي الجبنه الاسطنبولي، بتدي تست عالي للمخبوزات، وبتبقى مالحه كده وطعمها حلو. طيب نقدر نستبدلها بايه يا هبه تاني؟ ممكن جبنه رومي، ممكن جبنه قريش عليها شويه مثلا زيتون، فلفل متقطع صغير، اللي انت تحبيه. وممكن كمان نحشيها حلو، زي مثلا نحشيها مربى، وممكن نحشيها كمان نوتيلا. بعد ما خلصت الكميه كلها رصيتهم بالشكل دوت في قلب صينيه مدهونه دهنه حلوه من السمنه. كنت سايبه بينهم مسافات قليله جدا علشان خاطر لما تخمر كله يمسك في بعضه بالشكل دوت كده. معايا بقى هنا صفار بيضه، وديت اختياري، والفتحه اللي انا فتحتها كده في قلب العجينه ديت اختياري، بس في النهايه بتدي شكل حلو قوي. دهنت كله بصفار البيضه، وحطيت على وشها حاجه بسيطه كده من السمسم. دخلتها الفرن على درجة حرارة 180 على الرف الوسطاني من غير ما تشغلي الشواية. اول ما تطلع من الفرن رش عليها شوية مية وغطيها بفوطة نظيفة، وسيبيها بقى كده لمدة 3 4 دقايق، وبعد كده بقى الله على الجمال. احلى سندوتشات ديت ولا ايه؟ سهلة وسريعة وطعمها حلو جدا وهشة وقطنية وخطيرة. والحشوة بتاعتك انت، ممكن تحشيها لحمة مفرومة، اللي انت عايزاه. طبعا نقدر نحتفظ بيها في الفريزر، يعني تقدري تعملي كمية اكبر، او تعملي الكمية دي تقضيكي مثلا 3 ايام 4 ايام في اللانش بوكس، بتبقى خطيرة. هنشيلها في الفريزر اول ما تبرد شوية، وبعد كده نطلعها. لو عندك ميكروويف يبقى تحطيها في الميكروويف تسخنيها، مش عندك يبقى هتطلعيها بالليل قبل ما تنامي، عقبال ما الولاد ينزلوا الصبح المدرسة تكون فكت معاكي. تعالي بقى نعمل الوصفة دي لانها برضو حلوة قوي. معايا بضاية، وكمان علبة جبنة اللي هي الصغيرة، نقدر نستبدلها بمعلقتين جبنة قريش، اللي هي يعتبر نص مكعب جبنة قريش. ممكن لو عندك علبة الجبنة الكبيرة ناخد منها معلقتين هرميين وكده يعني. دوبت الجبنة مع البيض كويس جدا، وهنزل عليهم بقى بكيس من الفانيليا، وكمان معلقتين من السكر، ومعلقة كبيرة من الخميرة، كوباية من المية،
ربع كوباية من الزيت، وكمان هحط عليها معلقة من السمنة، وما تنسيش معلقة الخل الابيض. وهنا انا حطيت فانيليا علشان خاطر البيض. تمام كده تمام. على فكرة الفانيليا ممكن تستخدميها في المخبوزات حتى الحادقة، يعني المخبوزات الحادقة بنستخدم فانيليا مفيش مشاكل، بتخلي الريحة حلوة والطعم في النهاية حلو قوي، مش بتبان قوي يعني انا يا هبه ينفع احط فانيليا وانا مش هستخدم المخبوزات بتاعتي فيها بيض؟ ايوه ينفع طبعا. بعد كده نزلت بقى ب3 كوبايات ونص كده من الدقيق، وهشوف هحتاج النص كوبايه تانية ولا لا. هعجنهم بقى مع بعض كويس جدا بالشكل دوت. والمخبوزات ديت بقى احلى حاجه فيها اللي هي كلها ببعضيها، يعني مش هتقعدي بقى تحشي بقى وتعملي حشوات والكلام ده، لا هو العجينه واخده طعم الجبنه كده، طعمها لذيذ قوي وهتعجبك. بعد ما عجنتها بالشكل دوت هسيبها بقى تخمر. وبعد ما خمرت بقى بالطريقه ديت هبدا بقى ان انا اشكلها. انا عايزه هنا ان انا اقسمها نصين بالشكل دوت كده، كل نص هرله، وبعد كده هبدا بقى ان انا اخد كده قطع صغيره. انا عايزه المخبوزات بتاعتي دي يبقى القطعه بتاعتها قد الليمونه اللي هي الكبيره شويه. ليه بقى؟ عشان انا هعمل خليه نحل. طب يا هبه المخبوزات ديت ينفع اعملها حلو؟ يا جماعه مش هينفع، علشان خاطر احنا حاطين فيها جبنه. ممكن من البدايه نستغنى عن الجبنه ونعملها زي ما احنا عملناها كده بالظبط، بس في النهايه بقى نحشيها بقى شوكولاته، شويه سكر، نحشيها مربى، اللي احنا عايزينه. بس انا عاملاها بقى كده علشان خاطر تبقى كلها في قلب بعضيها وتبقى حادقه كده، وما نقعدش نعمل حشوات كتير. رصيتها بقى في الصينيه بالطريقه ديت وسبتها بقى لحد ما تخمر. بعد ما تخمر بقى معايا شويه لبن صغيرين، عليهم معلقه صغيره من اللبن البودر، يعني لبن سايل عليه لبن بودر. نقدر نستبدل اللبن بشويه ميه عليها شويه سكر، شويه سكر صغيرين بس يحمروا لي الوش. نقدر نستبدل الكلام ده كله بصفار بيضه. خلاص كده هبدأ بقى انا احط على وشها شوية سمسم، ودوت اختياري، ممكن نحط شوية زعتر، ممكن نحط شوية كمون صغيرين حصى يعني، وممكن نحط كمان حبة البركة، وممكن ما نحطش حاجة خالص. انا حطيت سمسم. ادخلها بقى الفرن على درجة حرارة 180 على الرف الوسطاني، ودوقي بقى وكلي احلى مخبوزات طعمها خطير. لذيذة يا جماعة وسهلة كده وجميلة قوي. بصي قد ايه هشة وقطنية وطعمها حلو قوي، وهتعجب الولاد جدا. هم قاعدين بيذاكروا بقى بالليل في السهرة كده، ممكن تعملها لهم ياكلوها جنب كوباية شاي بلبن، بتبقى لذيذة قوي. تعالي بقى ندخل على الوصفة دي، والوصفة دي بقى اللي هي حكاية يا جماعة. القرصة دي بتتباع في الفرنة ب10 وب12 جنيه. طب ليه لما احنا ممكن بنص كيلو بس دقيق ب10 جنيه نعمل الكمية اللي انت شايفاها دي كلها؟ والحشوة زي ما انت شايفة كده بسم الله ما شاء الله مليانة سكر وقرفة. في بديل السكر والقرفة هقولك واحنا شغالين. بصي بنص كيلو دقيق، بس انا جبت كيلو دقيق ب20 جنيه، اخدت نصه. معايا كوبايه ونص من اللبن القاطع، كان عندي شويه لبن قاطعين كده فقلت استغلهم. حطيت عليهم معلقتين من السكر وحطيت معلقه من الخميره. طب ايه بديل اللبن القاطع؟ ممكن نستخدم لبن رايب، وممكن نستخدم كوبايه زبادي معاها ميه، وممكن نستخدم لبن بس، وممكن ميه بس، على حسب المتوفر عندنا بقى. يعني اعجني كده باي حاجه موجوده عندي. تمام تمام. هنزل عليها بقى ب4 كوبايات من الدقيق واعجنها كويس جدا. الناس اللي بتخاف تعجن على ايديها، لا جربي وما تخافيش، مره على مره هتلاقيكي اتعودتي، وموضوع العجن دوت بقى سهل قوي بالنسبه لي. هنزل كده ببقيه بقى الدقيق، وحطيت نص معلقه من البيكنج باودر ورشه ملح بسيطه. خلاص كده اتعجنت معايا وبقت تمام قوي بالشكل دوت كده. هنزل عليها بربع كوبايه من الزيت. لما تحطي الزيت هتلاقيها فرولت معاكي وبدأت اللي هي تتقطع، ما تقلقيش خالص، استمري في العجن وهتتلم طبعا وهتبقى زي الفل. طبعا الزيت بديله السمنة او الزبدة. خلاص كده اتعجنت معايا. هبدأ بقى انا احط في الطبق بس شوية زيت كده واسيبها بقى تخمر شوية. خلاص كده بقت تمام قوي. تعالي بقى نحضر مع بعض الحشوة واقولك ايه بديلها. الحشوة هنا معايا ربع كوباية من السكر، عليها معلقة كده هرمية من القرفة، المعلقة اللي انا مستخدماها معلقة صغيرة. وطبعا لو بتحبي القرفة قوي تقدري تزودي. حطيت عليهم شوية مية وعملته معجون كده بالشكل ده. طب ينفع يا هبة من غير قرفة خالص؟ ايوه ينفع، مفيش مشاكل خالص، ينفع بالسكر بس.
بعد بقى ما خمرت هبدأ ان انا اخد منها بالشكل دوت. انا بقى مش هقرص واركنها على جنب واستنى لحد ما تخمر والكلام دوت، او اخلص الكمية كلها، لا انا هشتغل على طول. اول ما اخد واحدة كده هروح حشيها على طول وانا واقفة. بتحشيها معلقة كده حلوة من السكر اللي عليه قرفة، بس عايزة اقولك برضو تقفليها كويس عشان ما تتفتحش منك في الفرن. كده انا بحاول ان انا اقفلها كويس جدا وببططها. طبعا حجم القرصه اللي انا عاملاها بسم الله ما شاء الله كبير جدا، يعني كبيره كبيره. يعني انت بقى لو عايزه تقللي الكميه شويه وتعمليها حجمها صغير شويه هتطلع معاكي ضعف الكميه. يعني لو طلعت معايا مثلا 10، لو انت عملتيها نص اللي انا عاملاها يبقى هتطلع معاكي 20 قرصه. كده خلاص حطيتها بقى في صاج او صينيه. واهم حاجه في المخبوزات اللي انك تسويها في صينيه الومنيوم. هدخلها بقى الفرن بس لما اخلص الكميه كلها في صينيه مدهونه دهنه حلوه كده من الزيت، وبعد كده هضغط عليها ضغطه واسيبها بقى تخمر شويه. هدخلها بقى الفرن على درجه حراره 180، وده شكلها بقى في النهايه بعد ما تخرج من الفرن. الله على الجمال.